السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ايزي كوزينه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. الوصفه ديال اليوم هي محبوبه الجماهير اللي هي غريبه بالكوك والسميده، كتجي معلكه وبنينه مع جميع الاسرار باش تجيكم مشقه ومعلكه. كملوا معايا الفيديو باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. غنحتاجوا فقط 3 البيضات، كاس وربع من السكر سنيده، كاس من الزيت، 250 غرام من الكوك ميدم الخاص بالغريبه، 250 غرام من السميده الرقيقه، قبصه ملح. وغنحتاجوا كذلك ملعقه كبيره من قشور الليمون الحامض او البرتقال، ملعقه صغيره من نكهه الحامض. وفي الاخير غنحتاج ساشي فاني وكيس من خميره الحلويات من وزن 8 غرام. ندوزو لطريقه التحضير. غادي نجيب قصريه وغنبدا نضيف المكونات تدريجيا. غنبدا بالبيض. بالنسبه للبيض كنديرو كامل ويكون بدرجه حراره المطبخ. من بعد غادي نضيف قبصه ملح، ساشي فاني، وغنضيف كذلك كأس وربع من السكر سنيده. بالنسبه لقياس الكاس فنفس قياس كأس العنبه. هنا ضفت ربع كاس من السكر سنيده، اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف يكتفي غير بكاس. كنخلطوا العناصر جيدا بخلاط يدوي حتى كيذوب لينا السكر ديالنا مع البيض. من بعد غادي نضيف كأس من الزيت، وغنضيف كذلك ملعقه كبيره من القشور ديال الحامض. يمكن لكم تستعملوا كذلك قشور ديال البرتقال حتى هو كيعطي مذاق رائع في الغريبه. ضفت كذلك ملعقه صغيره من نكهه ديال الحامض اللي كتبقى اختياريه. كنستمروا في الخلط جيدا حتى كينسجموا لنا العناصر. وغادي نضيف الكوك ديالنا. انا استعملت الكوك الخاص بالحلويات، الكوك اللي كيكون ميدم كنقيسوه في يدينا كنلقاو انه كيطلق الزيت. كنخلطوا العناصر جيدا، كندخل الكوك ديالنا في البيض والسكر والزيت اللي خلطنا من قبل. ومن بعد ما ضفت الكميه اللي عندي ديال الكوك غادي نبدا نضيف السميده الرقيقه تدريجيا حتى يتجمع ليا الخليط ديالي. وكنتحصلوا على خليط اللي كيكون مجموع وفي نفس الوقت باقي كيتلصق، حيت غنخليوه من بعد انه يتشرب. وغادي نضيف في الاخير كيس من الخميره الحلويات وغندخلها جيدا في الخليط اللي عندنا. من بعد غادي نغطيه وغادي نخليه يتشرب مزيان السميده. هاد الطريقه كتخلي ان الغريبه ديالنا كتجي معلكه وكتبقى التعليكه مده طويله. كل ما تشرب الخليط ديال الغريبه مزيان كل ما كتجي الغريبه ديالنا ناجحه 100% ومعلكه. بالنسبه ليا كنغطيها ببابي اليمونتير او بلاستيك الغذائي وكنخليها ترتاح تقريبا ربع ساعه حتى نصف ساعه. ومن بعد ما ارتاح لينا الخليط ديالنا وتشرب مزيان كما كتشوفوا معايا هكا كيكون القوام ديالو. باش كنعرفوا ان الخليط ديالنا تشرب كنشكلوا منه كويرات وكنلاحظوا انه ما كيتلصقش في اليد وكنبداو نخدموا في الغريبه ديالنا. بالنسبه للسكر اللي غادي نفندو فيه الغريبه كنستعمل السكر كلاصي سبيسيال الخاص بالحلويات. وغادي نحتاج ابيض بيضه ضفت ليها القليل من الماء الزهر. غنستعملها باش نشكل الكويرات ديال الغريبه وباش تلصق لينا السكر كلاصي مزيان. من بعد ما شكلت الكويرات ديال الغريبه اللي الوزن ديال كل وحده 20 غرام، من بعد كندهن يدي بابيض البيض وكنحط فيه الكويره ديال الغريبه. ومن بعد كنحطهم في السكر كلاصي وكنلصق فيهم السكر كلاصي بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا من الفوق ومن الجوانب. يمكن لكم تكتفيو غير بماء الزهر في التشكيل ديال الكويرات ديال الغريبه، ولكن انا كنفضل ابيض البيض حيت كيخلي السكر كلاصي كيلصق مزيان فوق الغريبه مده طويله. من بعد غادي نحطهم فوق صينيه فرن اللي مفرشه من قبل بورق الزبده. وغادي نحاول نضغط عليهم بالاصبع ديالي من الفوق باش كنساعدها انها تشقق في الفرن بسرعه. كما كتشوفوا معايا هنايا كندير ضغطه بسيطه غير باش كنساعدها انها تشقق. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي ديال الغريبه. من بعد فاش كنسالي التشكيل ديال الغريبه ديالي غادي نديرهم في الفران اللي يكون مسخن من قبل على 180 درجه. كندير الطاوه ديالي الفوق وكنشعلو عليها غير من الفوق. كنقصوا درجه الحراره ل 160 درجه وكنخليهم يتشققوا على خاطرهم. من بعد كنشعل عليهم من التحت وكيخليهم يطيبوا غير شويه. بالنسبه للغريبه
ما كتفوتش 10 دقائق في الفران، حيت الا خليناها في الفران مده طويله كتجي قاصحه وما كتبقاش معلكه. وهذه هي الغريبه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران. كما كتشوفوا معايا كتجي رائعه، كتجي مشققه وكتجي معلكه من الداخل. كما كتلاحظوا معايا السكر كيجي لاصق في الغريبه وما كيتحرقش، وهذا دليل على نجاح الغريبه ديالنا. وكانت هذه هي النتيجه النهائيه ديال الوصفه ديال اليوم. كما كتشوفوا معايا الغريبه ديالنا كتجي ناجحه 100% ولذيذه بزاف بمذاق ديال الحامض، وانا متاكده الا تبعتوا الطريقه بالتفصيل غتنجح معكم 100%. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش كذلك تبارطاجيو لاشين مع صحابكم وحبابكم. وإلا عندكم شي اقتراحات للفيديوهات المقبله خليوها ليا في لي كومونتير. نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.